تيجوا نقفل السوشيال ميديا بالليل عشان العلاقات الأسرية ترجع تبقى كويسة ومزدهرة وحالتها حالة. حضراتكم احنا عشان نحافظ على الأسرة هنقفل الإنترنت بالليل؟ طب ما يتجوزوش أحسن. الستات هتتمنى طبعا حاجة زي كده جدا، لأنه كتير من الرجالة بتقعد يتفرج على العالم، يجيب حكايات من هنا وقصص من هناك وصور وحاجات بقت غريبة بتحصل في العالم كله. خني الحيوان. لو احنا عملنا ده وطبقناه في مصر، هو طب لما يسافر هيعمل ايه؟ انه الموبايل والانترنت عليه شغل دلوقتي وعليه، وبعدين هنلاقي ألف حجة. الكلام ده بقى نجيب جيل جديد خالص اللي هم لسه مولودين، نفكر نعمل ده على زمانهم. ما تستعجلش، شوف اللي هتطلبه وانا هدفعه وبزياده. لو بنتكلم على انه هو اقتراح، هو اقتراح لطيف جدا، بس حضرتك ولا حضرتك ده العيال بيذاكروا على الموبايل والشغل والايميلات بتيجي على الموبايل. كنت دايما اقول والله يا ريت الاطفال ما يبقاش في ايديهم موبايلات قبل 10 12 سنه، بس دلوقتي ده بقى صعب. وطبعا محدش يتمنى انه ده يبقى حاصل. احنا بنقول يا ريت الامور يبقى فيها احترام ويبقى فيه يعني عارفين ايه اللي بيتنشر ومين وايه وازاي. والحقيقه في مصر دايما انا بشوف ان في كنترول. ماشي، انا بقول يعني لا ما تقولش. فكر في حاجه تانية بقى، فكر نقطع النت على النطيط، على نططوا عليه.